يا صباح الخير، يا صباح الرضا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأتم نعمة ان شاء الله. وحشتوني جدا. النهارده انا جايه لكم بوصفه جديده. قبل ما نبدأ الوصفة ما تنسوش تضغطوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الوصفة دي هي المقلوبة الفلسطينية. انا اول مرة اعملها بس بجد طلعت حلوة قوي. اللهم انصر اخواتنا في فلسطين يا رب العالمين، نصر عزيز يتعجب بها اهل السماوات والارض. يا رب كده ربنا معاهم يا رب. هنا بقى كنت قطعت بقى البصلايه والطماطميه كده. بعد ما قطعت اللحمه زي ما انا قلت لكم هقطعها كده حتت صغيره وسط، يعني اللي هي صغيره قوي ولا كبيره قوي. وهنا بقى خلطت حله على البوتاجاز فيها شفشفين ميه كده، وهحط فيها البصله والطماطم والجزر. وهحط كمان ورق لورا وفلفل وحبهان. وكان المفروض يبقى فيه قرفة، عيدان قرفة وليمون يعني، بس انا عندي كان القرفة بودر، فخطيت يدوب نص معلقة من الشاي يعني، خطيتها بقى معاها، فبجد طعمها طلع فظيع. هي كلها الاكلة جميلة جدا والله العظيم، جربوها مش هتندموا خالص اللي هو ما جربهاش يعني زي حالتي، لان انا كانت اول مرة اجربها الصراحة. هنا بقى عندي 3 بطاطسيات قطعتهم دواير كده. بس انا هعملها بكميه صغيره، مش هعملها كبيره، يعني على كوبايتين رز كده هكون. واللحمه والبطاطس والطماطم، يعني قلت كفايه مع البطاطس والطماطم والبتنجان. انا لسه هعمل بتنجان وهعمل طبقه طماطم وطبقه بطاطس وطبق بتنجان، يعني هتشوفوا معايا. فاكتفيت بده بس، يعني ان شاء الله باذن ربنا هعملها لكم في وقت تاني اكبر من كده، بس انا اكتفيت بس على عدد الافراد اللي عندي في البيت. فخلاص، وبكره اساسا الجمعه، فقلنا هنطبخ بس، فاحنا مش عايزينها غير النهارده بس. اكلنا بقى الحمد لله، وكانت بجد تحفه جدا. ما تنسيش يا حبيبتي اللايك، وصلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. يا حبيبي يا رسول الله. هنا قطعت بقى البطاطس زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا اجليها كده على البوتاجاز، وهرجع بعد كده اعمل البتنجان وبرده هاجليها. انا عايزه بس ان هي تبقى محمرين، تبقى البطاطس والبتنجان متحمرين تمام. والرز استخدمت بس كوبايتين رز. فبجد تحفه يعني. انا همشي لكم الفيديو قوي يعني عشان بس ما ياخدش من وقتنا كتير، فان انا هحاول ان انا اسرع لكم الفيديو يا حبيب قلبي، بس برضو هتعرفوا الخطوات خطوه بخطوه تمام. هنا انا كنت عملت البتنجان الاول، قطعته وحمرت شويه وقطعت الباقي. وهنا كان خلصت البتنجان وخلصت البطاطس وكل حاجه. كانت هنا قطعت بصلايه، وبعد كده قرنين شطه و3 فصوص توم. برضو انا قلت بعد ما هقلي ده كله هقلي البصل والشطه وكده، قرنين شطه بس. وجبت كوبايتين رز، كوبايتين رز، الله اكبر الله اعظم. كوبايتين بس رز. وبعد كده خطت فيها كركم، وخطت فيه ملح وفلفل، وخطت فيها كاري وكله مع بعض كده. قلبتها تقليبه حلوه. وخطيت هنا كنت قطعت طماطميه واحده بس، خطيتها في قعر الحله من تحت يعني. وابتديت ان هي رشه كده معلقتين من الخشب دول، رشيتهم رشه كده. وبعد كده بقى جيت ارص بعد كده البتنجان زي ما انتوا هتشوفوا معايا يا حبايب قلبي. رصيت البتنجان كده اهو. بس يعني انا كنت مش عارفه هعملها كده ولا اخليها ثابته، فبعد كده خليتها لا واقفه. وقفوها، ما تخلوهاش كده ملويه، وقفوها عشان بعد ما انتوا بتحطوا الرز وخلاص وتكونوا خلاص لمرحله الرز الاخيره كده خطيته، بتطبقي بقى البتنجانه، يعني البتنجان ده كله بتطبقيه. فبس بقى فحطيت بعد كده البصل، هنزل بالبطاطس قصدي. عايزه تشجيع منكم يا حبايبي، بالله عليكم ما تنسوش تضغطوا لايك، وعلى اكتر حاجه ان انتوا تشيروا الفيديو لاصحابكم لاصدقائكم، يعني بحيث ان يعني تجيلي لايكات منكم وكده. حبايب قلبي بحبكم في الله والله. وميرسي جدا على التعليقات الحلوه دي، ربنا ما يحرمني منكم ابدا. هنا بقى كنت خطيت خلاص البطاطس، وخطيت هنا كنت اللحمه دي مش كلها اللي انا قطعتها، انا اكتفيت بس ب6 قطع تمام.
اللحمه لقيتها كتير، فانا اكتفيت هنا ب6 قطع بس. انا قطعت اكتر من كده فهخليه بقى لبكره. تمام. فاكتفيت ان انا حطيت 6 قطع كده، وجيت بعد كده رصيت البطاطس اللي فاضله، وبعد كده بقى جيت عملت هحط كده البصل بعد كده اللي انا مقطعاه ومحمراه مع 3 فصوص توم مع قرنين فلفل، قرنين شطه يعني. هبتدي ان انا انزل كده الفلفل، اخليها واحده كده واحده كده بحيث ان هي تبقى موزعه في الاكله. وهنا بقى هحط عليها بقى البصل اللي محمراه والثوم برضو اللي محمراه، بجد قد الطعم كمان جميل جدا. وبعد كده نزلت عليه باقي الرز اللي انا متبلاه بالملح والفلفل وكمون. انا نسيت ما اقول لكم كمون، شويه كمون وكركم وبابريكا. تمام يا حبيب قلبي. وخلطت كده، خطيت الرز، طبعا بنغسله كويس جدا وبنتبله بالحاجات دي. نعمل وخطي لو عايزه تحطي نص معلقه من الزيت. تمام. انا ما اكتفيتش بالزيت، انا اكتفيت باللي انا خطيته بس. تمام يا حبيب قلبي. وبعد كده بقى خلاص كده رصينا الرز، وهبتدي انا اعمل كده بقى البتنجان زي ما انتوا شايفين كده. بس يا حبيب قلبي، ودي بقى زي ما بوريكم الشكل. وهنا بقى هحط عليه طبق، وطبق كده هقلبه يعني عليه عشان بحيث ان هو الرز والحاجات دي كلها ما تقبش لفوق. وهنا نزلت عليه بقى بالكبشة الشوربة اللي احنا كنا سلقينها، بس اكيد طبعا صفوها زي ما انا صفيتها كده. وهننزل عليها نحط بقى لغاية ما تغطي سطح الرز والبتنجان وكله ده. علشان ايه ما يبقاش معاكي ناشف او كده، فلازم ان انت تغطي الرز عشان يبقى معاكي مظبوط، ما يبقاش معاكي معجك او حاجة يعني او ناقص استواء. فبس فانا بقى حطيت الشوربه لغايه ما غطت معايا الرز. تمام. وحطيتها هنا على البوتاجاز وغطيتها بقى وسبتها. اول ما غلت كده رحت وطيت عليها لان كل حاجه هي مستويه جواها. فبجد طلعت خطيره. جربوها يا حبيب قلبي والله ما هتندموا. بس هنا كنت شفتها وخلاص استوت، ورحت شلتها بقى وهقلبها على الصينيه زي ما انتم شايفين كده. والكارثه اللي هنا حصلت كارثه، لان انا كنت عايزه المقلوبه اصلا تبقى ثابته يعني. تمام. فهي ما طلعتش ثابته، فهي يعني والله العظيم بجد كان نفسي ان انا اشوفها هي ومقلوبه يعني، لان هي اصلا اساسا هي اسمها مقلوبه. فهي علشان هي بقى القلبه دي فسموها مقلوبه. يعني الشغل كله في القلب دي يعني. فبس بقى طلعت معايا يعني. بص طلعت يدوب 5 دقايق ثابته، بعد كده حتى ما لحقتش ان انا تبجي في التصوير. تمام. او ممكن انا عشان هي سخنه فما خليتهاش تبرد يعني. رحت قلبتها على طول، نزلتها من على البوتاجاز على طول ان انا قلبتها. بس شوفوا بقى ما شاء الله يعني، لا رز ماسك في بعض ولا اي حاجه يعني. رزايه حبايه قسما بالله وجميله جدا. جربوها يا حبايب قلبي. هنا كنت جايبه الصينيه دي جديده، كان حتى مكتوب عليها يعني، وكان مكتوب عليها كيتشن، كانت جديده. فبس فقلت علشان يعني هي صينيه شاي وكده، فقلت لا يلا هعمل عليها المقلوبه. لان هي بقول لكم الحله يعني انا اخترت ان هي تبقى صغيره علشان انا زي ما قلت لكم بكره الجمعه وبكره هنطبخ، فانا مش عايزه تفضل اكل يعني لبكره. بس. وهنا كنت قلبتها بقى بقيت اخبط كده وعشان تتقلب معايا. بس الحاجة اللي برضو فرحتني ان هي ما كانتش ولا حاجة لازقة يعني، كانت الوصفة ناجحة 100%. بس هنا هبتدي ان انا اشيلها كده بالراحة. شوفوا معايا بقى، حتى كانت سخنة وانا بخبطها كده كانت سخنة.
فانا ممكن اكون استعجلت عليها. بس فهي اهم حاجة الشكل في الاخر والطعم، الحاجتين دول. شوفي ثبتت معايا بقى 5 دقايق كده، وبعد كده بقى كانت اهو الشكل النهائي للوصفة. بجد كانت تحفة يعني. ان هي ورمت عليها كده شوية فول، حطيت عليها فول كده، وانا كان ما عنديش بقدونس يعني طازه وكده، فاحنا كنا بنجفف الحاجه طبعا زي ما انا كنت قلت لكم في مره ان احنا بنجفف اي حاجه. فبس طلعتها من التلاجة وحطيتها في ميه دافيه، وبعد كده بقى عشان تفك بسرعه، وان هي كانت يعني متلجة فيها تلج يعني، فحطيتها عشان كده بميه دافيه، وابتديت ان انا ارشها كده عليها. بجد طعمها تحفه 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 تحفه. جربوها مش هتندموا، حلوة جدا. وكانت اللحمة مستوية وكل حاجة مستوية، وطبعا احنا البطاطس والبتنجان ده كله كنا قلينه بالفعل، كله كان مستوي. ما شاء الله تحفة، وتجربة حلوة جدا، ومش اخر مرة ان شاء الله، لان بجد بجد عجبتني وعجبت البيت كله. ادي كنت بطلع لكم بقى اللحمة، ان اطلعها كده فوق على الطبق. وبس بقى. وكان دي وصفتنا النهارده. يا رب تكون عجبتكم ونالت اعجابكم، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. حتى انا كده هوريكم ان انا قطعت اللحمه كده. يعني انا كنت باكل هنا تمام يا حبيب قلبي، وما اعرفش عشان انا ماسكه التليفون فاقطع لكم اللحمه كويس. فخليت اختي بقى تقطعها. استنوا بقى هتشوفوها هنا. بس يعني بجد هي كانت دايبه، بس يعني سخنه وكده، بس انا ما كنتش عارفه ان انا اقطعها بايد واحده. فقلت لاختي امسكي كده اللحمه واعمليها ان هي دايبه ولا لا. بصوا بقى زبده. اشوفكم على خير، مع السلامه.